يجيه دور صبح ياخذه هو وباقي الادوار يعطي فيه نظن عمه. حاسديني في التمثيل يا تعبانين، باين لي معهم قروض ولا ثروين عن شكل. يا شباب النبي فكوني من الكارطه والزريعه والدخان والشاي والكلام الفاضي. من اليوم وغادي ما عادش نبي كساد هنا في المكتب، نبي شغل دق افلام، فيلم في جرة فيلم، ننتكره حاجه اسمها تمثيل. شنو فيه يا حميده؟ يا سيدي جاي كم مخرج كبير راسه تقول سطر، وجايب معاه فيلم اسمه الشعبيه في مهب الريح. الشعبيه؟ هذه رقصه شعبيه يا رجل. يا راجل نقول لك الشعبيه تقول لي رقصه؟ ما هو توا يا حميده حتى الشعبيه رقصوها، صح ولا لا يا شباب؟ فعلا والله عندك الحق، نحن يا شباب اللي ما يرقص يبندر والله. بس قول لي يا رزق الله، ايوه انت ما تعرف مش شعبيه غير رقصه شعبيه، اكله شعبيه، حواشين الشعبيه، الفنون الشعبيه، وهكذا دواليب. دواليك يا حميده، اسمها دواليك. شنو؟ دواليك. وانت ايش دخلك دواليك دواليه دوا عليك دوا علي، ايش دخلك بيا انت؟ يبقى يا حميده نصلح لك، بدري تغلط ونصلح لك. صلح لي شنو؟ خبطني من اللاور انت اللي بمشي. يا حميده المهم توا احنا يا حميده وين هالشعبيه اللي في مهب الريحه؟ انتوا الريح اللي تهب على الشعبيه. يعني قصدك نحن نمثل ادوار المراوح اللي يبخن في الريح. بالنسبه لك انت تاخذ دور مروحه من المراوح كويس. وبالنسبه للشباب الجدد هذوما ياخذوا ادوار النشاشات، هم ينشوا فاهم على ما نفخ الريح. وباش تنفخ النار يا لشلم على مين؟ طبعا بطل الفيلم. يلا يا شباب المخرج اللي قلت لكم عليه قريب يجي، وترواحكم اللي بيمشط شعره اللي بيغير البشا، بس فكوني من سراويل المصلات. الله يستر بيتكم، فكوني من السراويل اللي نازلات هذينا، سراويل الدورين هذينا فكوني منها. يا شباب على اثر ربيع ساعتكم حتى سراويلكم طيحات. فعلي الحلال زمان يمتلوا فيه اللي عندهم وفي اللي ينبق فيه يا رب. وين يا فضل الله؟ ريت تو وانا جاي جبت لك معايا خبزه وجبت لك معايا جبنه. باي اركب للديار اللي فين الممثلين اللي فوق ووزع عليهم، اول واحد اعطيه قرع تاع عاشدو، ماشي؟ باهي بس ريت مثل طرف جبنه مش باكو، طرف واحد. باهي يا حميده. تعطيه باكو نهارك. باهي ريت امشي من هنا، فكني من المشي من هنا، امشي من هنا الله يستر بيتك. باهي يا من هنا اقرا. مش مشكله تو يجي من هنا، مش مشكله. السلام عليكم. الله ما شاء الله، خطوة عزيزة يا أستاذ، المكتب نور. شكرا يا أنا أستاذ. تفضل أستاذ، شكرا يا أستاذ. تفضل يا محترم. شكرا. يا شباب نظني عرفتوه الأستاذ. لا عن شكلكم وهل يخفى القمر نقدم لكم مع المخرج الكبير الأستاذ سليم شرمولة. أنا جايب لك معايا مفاجأة كبيرة. أنت جايتك وحدها مفاجأة يا أستاذ. الله يبارك فيك يا أستاذ. والله المكتب نور. أنست يا شكرا أستاذ. شكرا. أنست. جايب لك معايا واحد عزيز عليك. واحد عزيز علي. ما تقوليش جايب لي معاك لوكي هنا. هو والله هو. لوكي جا هنا. أنا قاعد يا شباب لوكي جاي زيارة للمكتب.
حميده هيا سهله رسالة سهلة. وين هي وين؟ منور يا لوكي منور والله. يا استاذ سليم. نعم. معلش لو سمحت نبو لوكي على انفراد. يا سلام. تفضل. بعد اذنك يا استاذ لوكي لو سمحت. تواضع يا راجل تواضع. صلى الله على معرفة ساعة يا سيدي. ها وين يا اخويا من يوم كووه ما ادروا ها؟ لا رسالة لا رنة لا شيء. قلت لك يا لوكي تتذكر اخر طاسة شاي شربناها انا وياك هنا اللي انت شربت في الشيشة متاع الهاينس تتذكرها؟ علي الحلال ما زالت قاعدة كيف ما هي ما باش نغسلها. قلت لك يا لوكي انت كانك مش معدل عيني يا سيدي. نبو فرصة نبو نمثلوا معاك. انا نبيك تاخذني معاك في الفيلم الجديد اللي تبي تديره نتاع انتقام ديك العور هذا عارف كيف؟ تاخذني معاك ان شاء الله حتى في دور بسيط ان شاء الله حتى مرة بظهري. ها شن قلت يا استاذ؟ ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. حملت كلها احلام في احلام. كيف احلام هالليبيين مساكين؟ هم احلام بالطعام ونحن احلام بالافلام. النبي يا استاذ الويكي النبي شفنا معك دورك حتى كبرصك. يا رزق الله قلت لك النت اللي انا حله. حله. جيب لنا بريوش. باهي يا راجل كانك كل ما يجينا واحد تقعد ترصق فيه وتجري فيه. باهي واسع بالك تو تمثل وتو تحصل فرصتك وتو تكرهنا في التمثيل. واسع بالك. نفتح الراديو نلقوك نحل التلفزيون نلقوك. انا متوقع نحل الثلاجه نلقاك مع الدجاج اول. باهي واسع بالك يا راجل شو انت بتقول الراجل شو انت تبي منه؟ واسع بالك انت يا حميده بس لا نبي نقول له يا حميده يشوف لنا معاه دوره حتى مره بظهري عرفت؟ تمرن بظهري هذه تحسبوها سهل انت وغير اللي يبي يمثل مرن برا يجيبوا لهم في ممثلين عالميين وياخذوا في جوائز وياخذوا في اكبر المبالغ الماليه. شنو فيها يا حميده تو؟ قال لك شنو فيها؟ علي الحلال يسمعك المخرج الكبير سليم شرموله مضحك يطيح على ظهره. انت بيش فيها يا حميده؟ يا استاذ سليم سمعت الوليد هذا شن قالوا؟ قال لك خاطري نمثل مع لوكي ان شاء الله حتى مارا بظهري. ريته غير مقعمز هذا رطاح. تحسبها سهله يا ابني. عارف الفنان الكبير عبد النبي المغربي؟ انا اعرفه. ما حصلش مره بظهري نطيبه لظهري. حي علي. مزبوط تشطيط على اليد وتسبنتاني. لكن شوف توا يا استاذ. شوف الان. توا يلعب بالدولار اللعب عبد النبي. عبد النبي. ملا شنو انت؟ ملاش كم يوم ممكن نمثل مسلسل عربي دوخهم. باهي ما عرفوا له عراقي لا اردني لا ليبي. عشانها لهم تعجينا في فاضة مين المخرج بيقول جيبوا لي جوازه جيبوا لي مصر. ريت اسمع كانك تبي روحك في مستوى عبد النبي المغربي ريت. ايوه دير برستيج لنفسك. ايوه تفلسف ودير روحك مثقف ودير جوك. كيف يا حميده كيف؟ اول حاجه تمشي تكسر في المنتدى بتاع الاذاعه. كويس. باهي تطلب مكياطه الساعه 8 في الصبح. ايوه. ما تشربهاش الا مع طلعه بنات الاعلام. فهمت كيف؟ الساعه 2 ونص. وقعد يكذب غادي يدير شنطه وبما ان وقد يكون وطالما ما هذا شيء ولجن قبيته وحذا امه. وين الزر يا حميده وين الزر وين حذا امه يا راجل؟ اسمعها حيثما يا حميده حيثما. مضبوط حيثما فعلا. شكرا على المشاركه تريح. يا استاذ سليم اكيد جيتك هذه مش بلاش. اكيد جاي تختار في بعض الشخصيات الشبابيه. طبعا يا استاذ نبي مجموعه من هؤلاء الشباب ان شاء الله. بس هؤلاء الشباب ما فيهمش واحد تطلق عليه السلام. ليش؟ هذوما جايبهم مبخر بيهم في المكتب بس. نظام بوري. مش القميص يحط قدامها في عجل. مظبوط. تلقى واحده مسكوبيه واحده ملحوسه واحده دايره بطن. العجل هذين قعدا نرحن. هذوما نفس الجو عرفت كيف؟ جو ما مدور بحد نفس جماعة التجيش بالضبط. والله يا سيدي الاستاذ لوكي ان شاء الله حيمثل دور سكرتير الامين. الله سكرتير مرة واحدة. ايوه ماشية معاك يا لوكي يا. بس قلت لك يا استاذ سليم النبي ما نختاره للدور هذا انت ولا المنتج؟ انا والمنتج مع بعضنا. شوفوا يا شباب الفنان منكم لما يوصل لمستوى لوكي يتفق عليه المخرج والمنتج واحتمال حتى الجمهور. يا سلام ليش لا؟ قلت لك يا استاذ هذا تبي له واحد يصبي معاه ويساعده ويدير له جو. عندي احساس حيقعد فنان عالمي فعلا. بس انا عندي مشكله في دور الامين. كل الفنانين راضينا
نبغوا مجموعه من الشباب. لا 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 انا يا استاذ 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 هذه ما يقولوش فيها في الفصل بك. فجعوني والله انفجعت. شفت الهدة اللي هدوا عليك؟ فكرت حالي الجماعة اللي في الجزيرة. قلت لك يا استاذ سليم. نعم. ليش الممثلين يرفضوا في دور الامين؟ اكيد انتم في النص دايرين امين اعلام. اصلا بيني وبينك الامانه هذه حتى على مستوى التصعيد، اي واحد يعرضوه عليه يقول الله يدومها فكوني منها. لا 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 يا حميده مش هو هيك الموضوع. قالوا ما نقدروش ننتقد الامناء، بعدين يحاربونا ويقطعوا عيشنا. يحاربونا؟ انت كيف صار يا جماعه؟ الامناء صار فيهم سلاح وانا ما عنديش علم. كان قلت لك سلاح يا حميده ولا جبت سيره سلاح توا؟ مش قلت يحاربوهم توا؟ يحاربوهم يعني يدوروهم. تبقى يقول يدوروهم يا سيدي. يدوروهم ما يا شباب مش قصده يحاربوهم. لا لا لا. الامناء ما يحاربوا في حد مساكين. لكن شنو يدوروا؟ صح ولا لا؟ ايوه. كان دوروكوا قل هذا كان سوق ما عادش يدوروكوا. بس قلت لك يا استاذ وين القانون في الحاله هذه؟ عارف كيف؟ لما امين بمثابه وزير يدير راسه براس مواطن بسيط بمثابه غفير. انت طيب يا حميده. وانت شرموله حاره يا سيدي. شكرا شكرا. القانون مع الامناء يا استاذ. القانون مع الظالم. تحسك كان ريح ديمقراطي بكلم. مدعوم انت وش قصتك؟ والله تقول كلام خطير. لا مدعوم لشيء انت اللي فهمتني غلط. انا نقصد قانون المرحوم الشيخ علي شعريه اللي يقول تيريريري رم تيريريري رم. انت علي نيتك تقول تيريريري رم لكن الجماعه الاخرين بيريريري رم. صح ولا؟ تبداها تيري ليري لم تلقى روحك ليري ليري. علي الحلال ويزورك واحد مش يشيلوكوا ما حد يلحقك. انت تمرض وان شاء الله يجوك. صحيح. يبقى يخطوك تبي حد يلحقك. صدقت. تقول لهم سليم يقول لك ما عندناش واحد من السماء. صحيح. قلت لك يا استاذ سليم. نعم. شو رايك في اللي يتصرف لك ب 1500 دينار ويعطي لك كي بينك وبينه مقابل انك انت تجربني في دور الامين اللي قلت عليه؟ يا سلام يا حميده، يا سلام يا حبيبي، فاجأتني بصراحه. ليش لا؟ ليش ما نجربكش؟ نعم تجربه. اخيرا سنلتقي انا وياك يا لوكي في فيلم مع بعضنا ونديروا جو تشيلني ونشيلك. ايوه انا نمثل مع واحد كمل عمرك مبارك. عن شكلك يا لوكي عن شكلك يا سفر. يبصر ها. ايوه هذا ما يتحملش فيا بصة شوكه. باي كويس. شكلك لعلمك يا استاذ يا اما تجيب لي نجم معروف والا نسحب من فيلمك. رد الحبوب شكله ولا مش عارف. والله ما كان يفوت وقت سبحان الله. سبحان الله. حتى الفجر نقول له ساقع عرقد يمشي والله بارك سبحان الله. الله. اسمع يا استاذ. المهم اسمع، حتى النجوم الكبار والفنانين بتاع الصف الثاني رفضوا يمثلوا في فيلم ينتقد المسؤولين. ما لحقتنا تشاور يا سيدي تشوين. والله العظيم شنو يحسب روحه طريق مانيش اشاره. عارف والله. ليه لكن يا حميده هذا قالوا لي نجم. اي النجم يا راجل علي الحلال الا نجع. نجم شو؟ كيف يعني نجم؟ خلوة نجع يا استاذ سليم. المخرج اللي جاء اختاره جاي يوم مباراة الاهلي والنصر. بنغازي فاضية ما فيها حد. لقاها مكسد هنا نص في البراد. قال له تمثل يا شاب، قال له خضايا يحسب روحه فنان صحيح. ايوه بعدين انت مصدق انه اسمه لوكي. هذا اسم فني حطيته له هنا اختصارا لاسمه الطويل الممل. شنو اسمه هو الحقيقي؟ هو يا سيدي اسمه الحقيقي عبد الوكيل سليمان اسم ورثه. باقي اللي اعتذروا وافتكينا منه. صدقني يا حميده ما فيش حد وافق على الدور هذا الا انت. بس خايف منك حتى انت بعد يومين ولا ثلاثه تقرا لي النص وتجي تقول لي انا اسف. انت ما تعرفنيش يا شرموله والله. تعالي الحلال عمري ما وخرت. الحمد لله. ويكون في معلومك حتى في امتحان الرخصه قلت له من دياتر ومش شور. والله يا سيدي ما علينا. توا يا حميده نبيك تشيطر وتشوف لي معاك واحد كويس يمثل دور سكرتير الامين. والله ما بجيتك يا استاذ سليم. جيتني في نهايه موسم الفنانين اللي عليهم القيمه، اللي واخذ اجازه، اللي ماشي استجمام. اما انت رضي والدين مظبوط. تريح يا استاذ. شكرا صفقوا يا شباب.
تمشي للبراكه اللي فيها اشدو، بس قبل ما تفتح عليه شنو تدير؟ توابع من لوطه يا مش حميد. التوابع يا راجل، انت باوع. شنو التوابع؟ التوابع هذينا في الزلزال، يصير زلزال بعدها يجن التوابع، بعد ساعتين يجن. كيف؟ قول انت باوع. ماشي. باي. مشتقه من بعي، توابع من بعي. شوفه، لقيت المحابس متاعها فاضي، عبي له ميه خليه يشرب لين يروى، بعدها افتح عليه وجيبه عادي جدا. ما تحلش عليه هو عطشان راح يعضك. لا. قلت لك ومن تمشي امشي لي من هنا اقرب، فكني من التعنيز، امشي من هنا. باي يا حميد، تبي من هنا انت؟ من هنا. باي. هاي يا جماعه. حول ولا قوه، توجي من هنا، مش مشكله. يا شباب، ايوه هالمره نبي نحكي لكم سيره نجم. جميل. نبي نحكي لكم قصه حياه اشدو وليش سموه اشدو. اشدو هذا يا سيدي اسمه الحقيقي عبد النبي المغربي، وكان سواق حافله بركب هديمه. يوم من الايام تعرف على سواق حافله واحد اخرى متاع تمتيع وجري وضغط، قال لعبد النبي شن رايك نديروا سباق؟ وعبد النبي مهبه عارفين انتم. طبعا. قال له هيا. المهم داروا سباق، فاز فيه عمك عبد النبي. قعد هو قدامي، عبد النبي وهو قاعد لقدام لقى واحد مصبي على الطريق ومسك ربع يقول لك، قال تو ندرس عليه ناخذه، هذاك يهلبني. قال نسيبه مرات هذاك يدرس عليه وياخذه يحصل ربع من ورايا، احسن حاجه نشيله على خشبه. العين انقلب 3 قلبات في الهواء والناس يصفقوا له يحسبوه يستعرض. قول يا سيدي العين طاح رقد في المستشفى، وعبد النبي رقد في دار خالد. بعد ما كمل المده طلع له من اخوة العين يراجعوا فيه تحت دروج عماره الصفطيه. هو خش هذا كان يطلعوا له السيوف ويكبوا عليه اشد، يقعد وجهه من هنا اسود ومن هنا شنو؟ ابيض. انا حقيقه قلت هذا يصير منه ممثل. كيف؟ يوفر علينا الاضاءه. كيف؟ ياخذه من هنا ليل تصوره من هنا نهار. قالك صدقت يا حميده، هذا ينفع اعمالنا نحن في السينما. جيبها لي خلينا نشوف. نجيبه عادي؟ ماشي حاضر. يا اشدو. ايوه يا حميده يا بتاع الكومبارس. تعال يا الشودي تعال. اول عن شكلك انت وياه. يا عشودي. نعم. والله جاتك فرصة انفراد، ودرتها تقعد تنر هالمرة. نو امبسبل امبش. هيا يا شباب هيا بسرعه يا شباب، احنا جاهزين. هيا سيدي. ماشي هيا سيدي سكتوا له بفضلكم. خليك معايا. هيا سيدي. أيوة. نبدو. يا أستاذ سليم. نعم. النبي عفوا قبل ما تبدأ في التصوير تفضل. اتصرف لنا في كانون ولا بطانية نمر. معليش هذا ينعش يا قريب يموت بالصقع. هذا مش من الصقع يا استاذ، هذا من الرهبه بتاع العدسه. ان شاء الله يا ابني حنشوتوا منظر ولا 2 وحتبقى 100%. يا مرة عشنا قبلك احنا يا استاذ. يا ما صار فيه والله تعب ما نحسب يعيش ان شاء الله. هيا سيدي. يا وكل قصة والله ما شاء الله. نبدأ يا سيدي. دقيقة معلش معلش لو سمحت معلش يا تفضل. سامحني يا استاذ. لا تفضل. معلش يا حميد، شنو اللوحة هذه يا حميد؟ هذه بوابة سي خليفة. يا را هذه اللي يقولوا بها كيت كات ولا مش عارف شو اسمها. لا رجال انت صادق. هيا نبدأ. عبدو. فيلم الشعبية في مهب الريح. اللقطة الأولى، اللوحة الأولى. دقيقة. ها كيف صار هي اللوحة أول؟ أنت مخرج ولا مقاول يا أستاذ؟ أنت مالك ومال اللوح؟ أنت مخرج دخلك باللوح. عندك حق، أنا آسف، أنا غلطان. نعم. أنا اللي غلطان. إن شاء الله. ما عادش تغلط يا أستاذ، لأن ورانا مسلسلات نبي نلحقوا على المسموعة والله. ورانا مسلسل 30 حلقة، ما زال ملابس وإضاءة ومكياج. بعدك أنا حتى الحفظ ماني حافظ. تريح. في المسموعة. في المسموعة تريح أستاذ. عندك حق. تريح. يلا يا سيدي. هيا. فيلم شعبية في مهب الريح. باهي. اللقطة الأولى، المرة الأولى، أكشن. رحمك الله يا أستاذ. يا شباب يرحمك الله يا رجل، أنا ما عطستك.
ما استوى يا راجل قلت لك اكشن يعني ابدا يعني انفع. علي حين حسبك قلت له علي لا اسف يا استاذ يا سيدي ولا يهمك. في هذه نشهد بالله عنده حق واللي تبيه حاضر استاذ. باهي والله اني حسابك قلت له تشينا في الاول ابدا. لا 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 انت قلت اكشن. قلت اكشن. هذه يا سيدي جايه من رياكشن، رياكشن هي شنو؟ رده الفعل. بس عندك الحق استاذ. أيوة. حتى نحن مظلومين نحن يا سيدي من قله الشغل في السينما وفي التلفزيون وفي المسرح بدينا ننسى في الاصلاحات الفنيه فهمتي؟ البلاكين الفنيه وانت الصادق اسمها المصطلحات. لا الموس عندي ولا يهمك يا مش حبيبي. الموس بتاعك يحكي عن المصطلحات الفنيه. عليك نور. تريح تفضل تريح تفضل ماشي هاي استاذ تفضل. هاي ولا استاذ نور. هاي خلاص هيا توكل على الله. هيا ابدوا. ابدوا دقيقة يا أستاذ، هذه أكشن ولا عطسة معلش؟ أنا حنتعامل معها على أساس إنها أكشن، طلعت عطسة نحولها في الجميل. جميل. أوكي، تفضل. عاد ما نبوش لا خلاص ما نضيعوا كم شوي. ماشي هاي تفضل. يا آشدو نعم. قلت لك نعطيك تعليمات وطبقها بالحرف الواحد. حاضر. نحن درنا إعلانات في الجرايد والصحف والمجلات كويس. وقلنا طلبي شباب لشغل بعض الوظائف الشاغرة. هذا كلها شكليات قدام الناس ونحن اللي نصرفه في التعيين. باهي يقول لي يا حاج نعم. معلش شنو التعليمات؟ وزعهم قول لهم اكتفينا خذينا العدد المطلوب خلاص ما عادش في تعيين. ايه بس يا حاج لعنتهم ما زلنا ما قبلنا حد. عاد بنوريك شغلك يا عاشدو اتصرف يا راجل وزعهم. انت في التوزيع ما يغلبك حد. فرقة حال حميد الشاعري معك في التوزيع. ريت كانك وحلت فيهم. نعم. قول لهم تعالوا بكره يا سيدي. بكره تمر تمر شو معناه؟ بكره يا راجل. علي الطرد ولا توها. خليك بالصف يا وين خاشين على فندق؟ خاشين على مكتب الامين احترم نفسك انت وياه. خليك بالصف لا شكلك انت خليك بالصف. شو فيك انكم لباس؟ يا اخوي انا من الصبح قاعد هنا يا راجل. معلش قاعد يا حبيبي. قاعد على نار. اشارة الشفشه مش دخلني بيك. هذا ملفي في جميع الاوراق المطلوبه، انا خريج في نفس تخصصي تبوه. وهذا ملفي يخرجوا اللي بيعمل عندكم. حتى هذا ملفي وفي جميع الاوراق المطلوبه. يا جماعه يا هو خلاص ما عادش في تعيين. خلاص بطلني يلا. باهي شنو فيها؟ هي في تقليص يا حبيبي. كيف صار؟ في فصل يا طير. مالا شنو يا حبيبي؟ لا يا اخويا دقيقه بس. نعم. انتم في الاعلام قلتوا مطلوب 50 موظف. ماشي. عنده مؤهل وصاحب خبره وشهاده صحيه نكلم في ملف غير شوفه بس. يا شاب كلامك مزبوط. طالبين 50 جونا 75. 50 عيناهم و25 على التقييم. خلاص يا الصبح باهي اوكي. هذاك مشاغر لباس. خلاص احترم نفسك يا اخي. مرحبا استاذ. شو ايش كلمنا مين؟ نعم. نقول له من يا استاذ؟ قول له سعد قرباجه وصل. سعد من؟ سعد قرباجه. هذا من اي الرابش طالع؟ سعد قرباجه تبي نخش على مين؟ ونقول له سعد قرباجه قاعد برا بيخش عليكم. اي نعم بصراحه. العدد القادم يا حبيبي لمين مش قاعد يلا يا راجل انا مش فاضي، انت كانك خش كلمنا مين مش شورى. شو انت حسابه فاضي يا شاب انت حتى ملف ما عندك كيف هالناس يا اخي سبحان الله. تيو عليش الملف يا سيدي ملفي مؤهل علمي بتاعك متخرج من الجامعه من معهد متخصص في حاجه معينه تشتغل بيها. غير دقيقة، أنا لا دارس جامعة ولا عندي شهادة تعليم ولا نعرف نكتب وما نعرف شيء، شنو رايك أنت؟ بلاش عندك يا عمي. مرحبتين سعد قرباجة بيع وشراء طناجر مستعملة في سوق الجمعة. ولا نعرف نقرأ ولا نعرف نكتب وما تحشمش روحك وخش كلمنا مين. عدي يا رجل. نزل إيدك. شنو الفوضى يا شباب؟ يلا اللي عنده فيلا يلعب قدامها يلا. هو معقول هيك يا حاج سبحان الله؟ السكرتير غير يتهزأ في المكتب سبحان الله يا اخي. كيف صار؟ الشاب هذا يبغاش عليك بالقوه. بالقوة؟ بالقوه. والله باهي حتى. وين هذه؟ اهلا وينك يا سعودة؟ وينك يا سعيد؟ وظيفتك تراجي فيك يا راجل. جيتك يا حميدة أسأل الشباب هذوما، قلت له يا راجل نعرفه، قال لي لا، أهو. هذا صبحوا مخصوم منك يومين. يا حاج مخصوم منك 7 أيام. ترى فهمني بس يا مخصوم منك 30 يوم يلا. يا حاج افهمني يا حاج بس انت مش قلت اكتفينا وما عادش في تعيين؟ صح بس هذا سعد قرباجة. انت ما تعرف سعد قرباجة
والله مش مطرطر قدام حوشكم من قبل. هذا ولد اختي يا غشيم. بس سعد قرباجه ولد اختك هذا ما عندهش اي مؤهل، لا يعرف لا يقرا لا يكتب يا حاج. مؤهل وشهاده سعد قرباجه انه هو ولد اخت الامين، ولد اخت الحاج اللي هو انا. ها هذه وين تصرفها يا ريس؟ جواكي تقول في علني قدامنا مش خايف من حد يعني. من بنخاف يا ابني؟ احنا في عصر القوه، عصر السرعه، لما في خيلك اركب امشي. باي يا سيدي. تا نمشي للرقابه باي، توا نمشي للرقابه. امشي مشيت الحمار الفزان. خرج يا شاب. انا يا شاب. انت ماشي للرقابه؟ للرقابه. من تعرف غادي في الرقابه؟ مسؤول الرقابه اللي ماسك الرقابه الاستاذ حسون الحريسي، نعرفه شخصيا. بالله حسون الحريسي. انت تعرف الاستاذ حسون الحريسي؟ نعرفه. ايه هو يعرفه؟ يعرفني. وكانك ساكت يا ابني. هات الملف. قريت سلم وليدي عديله يقول له يسلم عليك الحاج، وقال لك دز لي ملف ولدك اللي عيناه لك من غير ملف، وخليه يراجع المصرف لان نزلنا له رواتبه على داير مليم، لقى انك صات يدير لنا رنه بس. باي ولدي هذا وين ترى نشوفه؟ والله كانك تبي تشوفها صحيح، كسد له نهايه كل شهر قدام المصرف تحقه هو خاش طالع يسلك. باي يا سيدي، تو نمشي لمدير مكتب محاربه الفساد الاداري. باي امشي مشيت الكبش لوجره. دقيقه يا راجل استكنك يا حاج، هذا ماشي لعند مكتب محاربه الفساد الاداري يا اخي. انت تعرف اللي ماسك مكتب محاربه الفساد الاداري؟ نعرفه. وهو يعرفه؟ يعرفني. تبي تعال. هات الملف. ريت حتى هو عدي لي اسلم لي عليه يقول لي اسلم عليك الحاج، وقال لك دز لي ملف ولد خالتك اللي ما عندهش الابتدائيه راح حطيناه مدير شركه، ها وخليه يراجع المصرف حتى هو لان نزلنا له رواتبه على داير مليم، لقى انك صار يدير لنا رنه بس. هاك الملف. وين نمشي يا ربي بس وين نمشي؟ الاول قلت لك امشي الفزان يا ابني. يا ابني عيش الواقع، تطبع بالواقع قبل لا يتطبع فيك عظم، افطر بيه قبل لا يصحر بيك. انا عايش الواقع، والواقع اني انا عندي مؤهل جامعي وفي نفس تخصصي تبوه. نقع واشرب بميته. قطعتونا بهالجامعه اللي يجي يقول لك جامعي جامعي وهم كملوها تحت الشجره. راجل له 30 سنه معانا، عمرك سمعت يدي ولا يقول لك انا قاري والله؟ شوف هاك داز عليه ساعه ولا لعلمك هذا رابعه ابتدائيه. والوحيد في ليبيا اللي ساقط في الرسم هذا. ولعلمك يعكس على الرسم ويحضر في الفيزياء الوحيد. وتفتش شنطه تلقى فيها توب ومساحه. هذا امين الفصل عندهم. كيفاش يا فهماكم انت؟ يا اخي قال لك عيش الواقع يا بني ادم، ما تفهمش ولا كيف، وما تسالنيش شنو الواقع اللي يحكي لي هذا، انا بروحي مش عارف شنو الواقع اللي يحكي عليه. باي وانا شو يصير فيا يا خالي؟ عندنا ابو عمل ابو جو كيف يصير؟ ما تخافش يا ابن اخي، تو يا سيدي نعينك سواق عندي هنا في الامانه، تشيل وتجيب البنات اللي معانا. نعم. او قدام هذا نقول لك اي وحده تشكي لي منك تقولي عدل في المرايه، علي في المسجل. لا كيف خواتي يا ميتا مقوله. كيف خواتك عندي منك الكلام هذا. وسواق حافله هذا كل ما نلقى مع واحده نقول له من؟ يقول لي هذه بنت خالتي. انا نبي نعرف حاجه واحده بس، خالتك هذه كم عندها بنت وكم متجوزه مره؟ ايه تسمع، خلي تليفونك عند السكرتير وتوقع مني الترطيره في اي لحظه، بس خليك في نطاق المرميته قريب من الرقبه متاع جابها. نور يا خالي صحيت، نور يا خالي. امسك لقى روح، انا نمشي نعيش الواقع. بس حاول تستمتع بيه الله يستر بيك. هو واقع مرير بس انت دير له جو، عارف كيف؟ تكيف معاه كيف ما يجيك الزمان تعال له. ان شاء الله خير. بس والله حرام يا ارجع يا شاب ارجع شويه، معلش يا حاج الله يبارك فيك، ساعده عشان خاطر الله يبارك فيك. ساعده شنو ضمان انا هنا؟ يجي يقول لي ساعده، ما ساعده ربي. هذا باين عليه راقد ريح للسفر يا حاجه فهمني. في راقد ريح وريني ليبي مش راقد ريح. انت بروح تقطع بالوجابي. عليه حلال امس تكيت عليه غداهم حسن. لا ويساها فيا يقول لي خش بالزاتر. قول لي يا عاشق. نعم. تو الزعتر هذا على المفاصل عندك. اي المفاصل. اخونا تين الفاصل. خلاص كلمه. باين معلش اني حتى هذا حتى الحسان ما عنده يا راشد، لا اله الا الله. لا في هذه غلبتني، ما دام عندي نلقى لك كلمه صحيحه. ماشي الحال. تعال يا حسن يا حسن. احمد اسمع يا ملف يا حبيبي، اهو خشينا لك واسطه، يلا اضرب هاي. تفضل يا حاج. شوف يا احمد، الكلام
للجميع، علي الحلال نحن الأمناء رانا مناشف رسمي. مش مناشف، انصولات، نحن انصولات. الواحد منا كان عين خوه والله بن عمه يقول لك هذا قبلي، هذا عنصري، هذا اقليمي، هذا مش عارف شنو. وكان عين واحد براني يقول لك مسيب اللي له ويعين في البرانيه، يعني هذه بطنك وهذا ظهرك. ريت انا نبي نصبي معاك ونساعدك، لكن خافك تطلع من هنا تقول الامين طيب، الامين داير شنه، الامين ماسك سبحه، الامين مش داير كرشه، الامين داير سكرتير مش حاط سكرتيره، تكب علي الدنيا كلها، وانتم عارفين الليبيين 6 مليون وكل واحد معاه ملف وبها بكل طلعوا اكثر دوله تستهلك في الملفات. 6 مليون يستخدموا في 50 مليار ملف سنويا. لا لا كون مطمن، غير خدمني بس ومانيش جاي لحد. ماشي ونخدموك. قريت يا ابني؟ نعم. عندك ساعة أنت؟ لا والله. أكل بس هذه باش الوصف يقعد دقيق 100. ربع ساعة هو. لا الوصف باش بعدين قريت تطلع من أمانة من هنا وتبهت على يدك اليسار، يدك اللي فيها الساعة. أول ما بهت على يسارك تلقى شايب مقعمز قدام كشك. لا عندي إحساس يقولها يا مش حيقولها يا حاج صدقني. من قال لي ماني متريح للعيال. يا سيدي كان قالها افصل لي ماشي الحال. نفصلك. افصل. انت ضد الفصل وضد التقلص لانك تسخن صح. الله يبارك فيك. طول عمرك كل شيء. قريت وانت طالع من هنا من عند الامانه وبهت على يسارك اليد اللي فيها الساعه تلقى شايب مقعمز، الشايب هذا لما من قال لي ماني متريح يا حاج كانك شوف فيه شو السبب؟ العيل هذا عنده نظره بالجانب هيك مش مضبوط. لا يا راجل والله هدية حاجة كذا. وانت طالع من هنا اول ما لفيت عارف كيف تلقى شايب مقعمز وديروها يشحد، قلنا صبي تلقى تحت منه شنو؟ سطل حديد اسود مصدي، خوض الله يسامحك فيه. ناخذه شو ندير فيه؟ اغرف مية بحر وامسح سيارات. هن مصديات وتوقع مني رنه في اي لحظه، بس خليك في نطاق التغطيه الله يستر بيتك. ها ان شاء الله فاهم. يا ربي التغطيه الايام هذه تعبانه شويه. ريت يا شاب. نعم. ريت هي الاولى خلينا نتاكدوا من الموضوع. هذا ملف ابو علاء ان شاء الله. خش جول المنظومه شوف لي الاسم هذا هل هو وارد في المقلصين ولا لا؟ لا دقيقة بس يا حاج انا مش متعين بكر، كيف بيقلصوني وانا مازال ما تعينت؟ لا هذه مش حشها. كيف صار؟ التقليص هنا قضاء وقدر فهمت كيف؟ يكون في معلومك نحن قلصنا وحدين طلعوا متوفيين وقلصنا وحدين طلعوا ابهاتهم ما زالوا ما فكروش ياخذوا امهاتهم وملاش كم يوم اهو يحكي لك قلصنا واحد طلع مش ليبي بك. من وين؟ عراقي من كربلاء، لكن اتصلنا بالسلطات العراقيه وبارك الله فيهم تعاونوا معنا وفصلوه. يا حاج كيف تجيك؟ قول لي هذه كيف تجيك وقضاء وقدر يقلصوك؟ نحطوا في اسماء من يالك علي حسن جمعه، عارف كيف؟ عبد الله حسن صالح، عارف كيف؟ فرج خالد حسين، خالد حسين ولده مفصول. شوف عندنا مازال ما تزوجش مسكين. يعني هيك يا حظ. والله يا حاج نتفاعلوا خير ونقولوا مش من المقلصين. يا سيدي يا احمد حطوا ملفك هنا نعتبروك مش من المقلصين. ان شاء الله. هي الاولى انت من اي شعبيه تتبعنا ولا تبع شعبيه واحده اخرى؟ وين تسكن بالضبط؟ لا انا اطمن من شعبيتكم ونسكن في شقه مع عمي. الله في شبنه من ارقى احياء بنغازي. انت وين من جامع الخضر؟ لا انت قبل الميه ولا بعد الميه؟ يا حاج مش من شبنا في شقه مع عمي. شقه ان شاء الله دارين وصاله. يا ريت دار وصاله، دار وصاله بس. دار وصاله وساكن فيها انت وعمك؟ مش انا وعمي بس، انا وعمي وامي اخوتي 3. حشمتوا بيا، وين نودي وجه الناس انا؟ حشمتوا بيا وتقولوا الناس متريحين، الناس مبسوطين، وانتوا رديتونا للستينات النعم. دقيقة بس ايش دخلك؟ كيف دخلك؟ معقولة يا راجل عائلة ليبية، ساكنين في شقة الان توا، بس غير كل الليبيين يسكنوا في القواريش. والله باهية حتى. تو نفهمك. عندي يا راجل عائلتين حاطين في شقة وتقول لي تو نفهمك يا حاج. مش نمشي روح. ترى فهمني يا حاج. انا هنا قاعد انا سكرتيرك في المكتب يا اخي. هذه اللجنة انت مكلفة تمر على الجماعة في لم لي جماعة اللجنة في اجتماع، تلقى اليوم ان شاء الله. خلاص. بكره ان شاء الله يكونوا عندك هنا في المكتب الساعة 5. مش انت اللي تقرر 5 ولا 6، انا الامين، انا اللي اقرر ميعاد هي الاجتماع. الساعة كم؟ الساعة 5. 5 خلاص يا حاج. علي الحلال يا ابني موضوعك هذا ما نجيب منه علم بكل.
يعني كان ما نزلتش للشارع وتلاقيتني معاه عرض استحياته وطبعا يقول هذه واحد. يعني بالي طلعت اليوم باش بنتك وقابلتك. ريت يا ابني ريت. مشكلتك نتاع السكن هذه يعتبرها منتهيه. ارشدوا. نعم. خش جوا جيب لي المخطط نتاع ال 20 فيلا اللي بنيناهم في المجور في شارع 14 على البحر مشي. بتاعت المجوري. ايوه. لا يا حاج، هن 20 فيلا. وزعنا 18 وما زلنا 2 بس. 2 اللي قاعدات عطي وحده الهضا ووحده العمه. كيف يعني؟ ونبيهم يلا بعضهم جيران. لا ما تجيش يا حاج. تجيني ما تجيش. الفيلتين اللي نحكي عليه، واحدة في أول الشارع والثانية في آخر الشارع وال18 اللي في النص وزعناهم يا حاج. مش مشكلة، خذ لي البخاخ نتاع السواق الحمر هذا شنو؟ واكتب لي على ال18 فيلا اللي في النص إزالة لغرض التطوير وامسحهم ولصق لي الفيلتين ببعضها. وعندي وحدة لهذا ووحدة للعمة. تجي يا راجل تجي، هذه اسمها إزالة لغرض التطوير، نبي نطوروا عائلة من شقة الفيلا شنو فيها؟ بارك الله فيك يا اخويا والله ما قصرت، جميل ما ننساش لك يبكر هذا والله. مش جميل، هذا حقكم، انتوا المفروض ما شاء الله حالكم، المفروض تمشوا عليه فرش حمر انتوا المفروض تلبسوا عليه تجابة تفلت لا قوة الا بالله ما يزايد عليكم حد، بعدين انتوا الليبيين من عائلات عريقة، هلكم ناس مناضلين ومجاهدين، تعبكم الترك، تعبكم الطلية لازم تريحوا توها، ولا لا؟ علاش جدودكم ماتوا في معركة الهاني؟ باش تهنوا يا شباب ولا لا؟ وعلاش ماتوا في معركة السلاوي؟ باش تصلوا وتستمتعوا وعلاش ماتوا في معركة القرضبية؟ باش يعطوكم قروض ولا لا؟ علاش ماتوا في معركة الهيشة؟ باش تهيشوا. بعدين انتوا الليبيين من عائلات عريقة، هلكم ناس مناضلين ومجاهدين، تعبكم الترك، تعبكم الطلية لازم تريحوا توها، ولا لا؟ علاش جدودكم ماتوا في معركة الهاني؟ باش تهنوا يا شباب ولا لا؟ وعلاش ماتوا في معركة السلاوي؟ باش تصلوا وتستمتعوا وعلاش ماتوا في معركة القرضبية؟ باش يعطوكم قروض ولا لا؟ علاش ماتوا في معركة الهيشة؟ باش تهيشوا. بارك الله فيك يا اخويا والله جميل ما ننسالك يبكر، بارك الله فيك والله. لا مش جميل، هذا حقكم، هذا حقكم. شكرا يا اخويا. يا ابني تعال اقربني جاي. نعم. ريت تو طمنا على الفيلا وان شاء الله ما تمشيش انا اللي نفديها معاك. ان شاء الله. طمني على امورك العائليه، الحوش من جوا. هل في تجانس في خط الهجوم عندك بين امك ومراتك؟ يا حاج كيف نبي نتزوج وما عنديش حتى عمل؟ مش متزوج انا. معقوله؟ شاب 25 سنه ما زال متزوج عند الوقت، وانتوا يا شباب ان شاء الله يا جماعه تكانهم الشباب، الدبيب هذا كله وين راح يا جماعه؟ كل خميس بيب 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 اسمه خونا ذهبي، لا شباب تزوجوا ولا فريق من فرق بنغازي جاب لنا بطوله. الدبيب في بنغازي والبطولات في طرابلس. الاتحاد قوة يا سيدي. الاتحاد هذا وين فهمت؟ اتحاد قوة يا حبيبي. اتحاد قوة نقرا فيها هذا وين فهمت؟ مش مشكلة يا ابني، مش مشكلة، بالنسبة لزيستك توني لك موضوعك توا. هذا تسجل لي اسمه أول واحد في قائمة الفرح الجماعي. ماشي يا حسن. ماشي. بارك الله فيك يا اخويا والله ما قصرت، بس في حاجة بس، أنا عندي خوتي 3 أكبر مني مش متزوجين، ما تجيش أنا نتزوج أمها لا، زوجهم أمها تو نرجع أنا شوية. خوتك 3 وأنت الرابع ولا لا؟ وكان تلقى ولي العمي حتى هو مش متزوج. حتى عمك مش متزوج؟ لا. خلاص سجلهم لي هذا وأخوته وعمه وأمه. حتى هي مواطنة ومن حقها تستقر يا سيدي. صح ولا لا؟ ريت خلاص أنت قدامك ساعتين. تمشي توا تختار البدلة اللي تبيها وتجيب لي الفاتورة متاعها وتو تسلكها الشعبية. ماشي؟ إن شاء الله. واختار شريكة حياتك واليوم في العشية يمشي هذا يخطبها لك وبعد 7 أيام الزفرة. يعني فرح بعد 7 أيام. بعد 7 أيام قدامك ساعتين، اركب في السيارة اضغط لها
بعد ساعتين تكون عندي. تهيب سيارة، ما عنديش سيارة أنا. حتى سيارة ما عندها؟ ما عنديش. الشباب كانوا يا جماعة. لا سيارات، لا زوايز، لا شقق، لا شيء. باي مو عليك تسمع. نعم. لوليد هذا اصرف له 2 همر وواحدة أرماد. ماشي يا حاج. عطيه يا سيدي. حاضر يا حاج. يا شباب عليش جدودكم ماتوا في معركة الكراهم، مش اعطيكم سيارات. تعالي الحلال ماتوا في القطارات، اعطيناكم قطارات. بارك الله فيك يا اخويا، والله ما قصرت. صبيتك معي هذه ما ننساش بك. جميل ما ننساش لك بك والله، بارك الله فيك. لا عادي. بس كيف يصير في التعيين بس؟ نعم؟ التعيين كيف يصير فيه؟ تعيين من؟ ملف بتاعي. انت معينك؟ لا هذيك طاجين دحمنا لك. ولية وسيارة ها؟ كيف تبي عبي بنزينة بالله عليك؟ قبل شيء بالضيق. لا مش مشكلة بعدك هامر. تنكش يا عبي بدلها بمازدا جحشة. مش مشكلة ريت. المشكلة يا شباب حتى كراسي ما عندنا، انتم مكانتكم فوق روسنا من فوق. بالنسبة لك انت مشكلتك محلولة، عاد يجيب السطر اللي قلت لك عليه واقعد انت. ان شاء الله نتصرف لك في وظيفة تمشي مع الهمر ومع الفيلا ومع الولية الجديدة اللي تبي تاخذها. ان شاء الله. وهذا تو خش قدامك تو ننزلك في المنظومة، اول ما يطلع عن قوائم المعينين تلقى روحك اول واحد. السلام عليكم يا شباب. نعم. مرحبا. تفضل يا حبيبي تفضل. ترى بالله يا لحظة كلمنا الحاج. نقول له من معلش. قول بيك عللا. عللا. العب. إلك واحد اسمه ابو درنا هناك برا والله. اهلا. وينك يا لله؟ وينك يا علاوي؟ يا راجل وظيفتك تراجي فيك. امبارح من دون الايام جيتك انا يا حميد. والراجل هذا قال لي ما في تعيين بك. هذا هو. صفي فوق. شوف انك سكرتيري قاعد على كرسي يمين. لا والله. هذا تعبان. منتي كيف صار؟ ريتي بيطلع دخان، ما انا بدي قال لي صايم. ريتي لا حول الله. هذا يا سيدي يمشي بالحبوب. لعلمك الروشته بتاعها قاعده في جيبي، من غير نروعه ماشي نجيب له دواء دغري ان شاء الله. منهم تريح استاذ. تريح تفضل. اشدوا. معقوله يجيك ولد عمي يدير فيك يا راجل؟ تدري شنو الشكل يا حاج؟ اسكت. ترى منتي يمشي بالحبوب. لعلمك الروشته بتاعها قاعده في جيبي. لا يا راجل. هذا ولد عمي اللي حكيت لك عليه. هذا هو اللي صب معايا في التصعيد اللي فات، عارف كيف؟ هو اللي لمضنا عمي وناسي وعربي ودفع من جيبه 10 دينار كل واحد منهم باش صبوا معايا وصعدوني. هذا ما تهزاش عليه. مش تقول مقعمز يا اشدو، العين هذا صباي لعلمك. هذا وقت التصعيد يجيك بحافله منتوله شباب بحبلاهم بكل تاخذها بالاجماع. هذا ولعلمك عنده حويش صغير جاي على البحر، كل خميس نكسلوا فيه ويدلش لنا في الحوالي الصغار. حولي في جرة حولي. ايه انت عليك خميس وجمعه وسبت يا حاج. شينا معاك شي مره نذوق البواخ. يا سيدي ودي روحك لحد الجاي. ماشي ان شاء الله، بس ريت يا حاج. هذا حتى المؤهل ما عنده يا اخي سبحان الله. وبعدين قول لي شنو العمل يناسب راعي غنم عندي هنا؟ هذا احسن وظيفه تناسبك تحطه مسؤول دغري. مسؤول على من؟ هو مسؤول عليه غلمه ونوياك مسؤولين عليه وعليه سعيه. يا حاج العمل كيف يمشي يا حاج بنفع؟ يا راجل مش بالضروره العمل يمشي، المماضه اموره تسلك. هذا شاب في رقبته وليه وعيال. هذا لو كان ما يلقاش باش ياكل يخش لك على السرقه، تطلع تلقى سيارتك عليها 4 بلوكات قدام الامان. معقوله؟ افهم. يا ساتر يا ربي. افهم. يا ساتر يا ربي عليك شكل يا جماعه. عيش الواقع يا ابني افهم. يا سيدي ما خلاص حنعيش الواقع يا حاج. يلا هاي لمين مش قاعد. اليوم عمل داخلي
بكره ما فيش عمل وهلو مجرد. والجمعه عطله والسبت راحت عمل ولا حد حمل التفجير، واللي عاجبه باهي واللي مش عاجبه يشرب منين؟ يشرب من البحر. لا من المجاري. يا مجاري في الدنيا يا مجاري. عيش الواقع، افهم يا سكرتيري الغالي. لا عندك الحق يا حاج والله، ما دام نعيش الواقع يا حاج. حتى انا عندي واحد قريب لي بيعمل. ومن هو قريبك هذا؟ جدي. جدك؟ وجدك هذا وين قاعد؟ في المقبرة. الله، عمل إنساني. شوفوا يا شباب، جد راجل كبير قاعد في المقبرة، تلقاه يدعي للمراحيم، يا يحفر في قبور، يا ياخذ في الشهادة الدفن، يعني عمل فيه لله صدق، يعني عمل قمة الإنسانية. هذا اللي يقرأ على القرآن هذا ميت من 10 سنوات يا حاج، كأنك أنت. جدك ميت؟ ميت من 10 سنين؟ من 10 سنين. أوه، قبل ما نقعد أمين. وقبل ما بوش يمسك أمريكا. طبعا. الله. صار يا جدك ميت من 10. وانا عزيتك فيه. ما حقيتكش غادي يا حميد. مش مشكله، ريت انت جيب لي شهاده تثبت ان جدك مازال على قيد الحياه، وانا حقك علي نلصق لك في اي وظيفه تبيها. يا حاج هذه حاجه صعبه، ما نقدرش منين نجيب شهاده انه حي يا اخي. لا مش مشكله، تو ننهي لك الموضوع. كيف تدير يعني؟ تو ندير لك توصيه اللي ماسك السجل المدني تجيك الشهاده اللي عندهن. والله دقيقه بس. نعم. يا شاب. نعم. انت عارف الدنيا كلها، قلت لك تعرف شنو اسمها اللي ماسك السجل المدني؟ اسمها الاستاذ الهايج. الاستاذ الهايج، فعلا مزبوط. باي شنو اوصافه؟ بيبه شويه واصلع وشعرها مشتت. هو اوكي. عدي له اقول له يسلم عليك الحاج، وقال لك دز لي ملف ولدك اللي عيناه لك من غير ملف، وخليه يرجع المصرف لان نزلنا له رواتب على داير مليم بما فيه الزيادات الاخيره. يلقى نقصات يدير لي رنه، يقول ما عنديش رنه، تو نحول له جنيه وربع، يمسك الربع ويرد جنيه، تقعد عنده رنه. المهم هو يدير لنا رنه، نحن في خدمه اللي غير يديروا لنا رنه. اوكي. تم الارسال. ريته عدل. خلاص هي هذه تبيها بس منها. ايوه ريت اسمع. نعم. وبالمره خليه يدير لنا شهاده لجد اشدو تثبت ان جده ما زال على قيد الحياه، خليه يكتب لنا بين قوسين انه يتنطر تحت الماء. حاضر. باهي والسطل. نعم. السطل مبرد وجهك. انت مبرد. خليه عارف روحك ما من تدري يا تعبان انت. راك تتكلم في عميل، انا بمثابه وزير تقول لي سطل وعطاني وحكومه اتكلم. لا احترم نفسك تعبان، وانت تقول لي ساعده صبي معاه. والله ما جاكم شوي يا شباب يا منتهيين يا تعبان. لا وصبي معاه هنا، تعطيك هامر. هات فتح السياره هنا. اسمع عندي طلق الوليه وجيبها لنا، جيب لها رقم. والله بهلا يا حاج في معلومه بكره امك مطلقه. لا خلاص والله ما صارت. انت خلي امك توتي روحها. يا حاج شوف فيه كيف فيه ما سمعتش انت؟ شنو قال؟ علي الحلال تو قدام الشباب قال لي السطل ما السطل تو صح. سطل يا رجل، سطل. عيب. غير دقيقة كأنك يا حاج الشاب مش غلطان يا حاج. هو قصده على السطل هذا يا أخي سبحان الله. كأنك أنت قال هذا على السطر هذا كأنك هذا سطل. تبي الحق ولا نلقى لنا شكلك شبهه يا ابني والله. عليك جسمك جاب لك الدوه صح ولا؟ تو بالله عليك اللي يحق مش يقول حاج شاش في رمضان ديروا كرسي عصبان. داري علي داري وباللي حولي ماني داري. عيش الواقع يا ابني، ما هو فساد إداري. يا شباب مرحبا. وين حميده؟ خلاص يا استاذ حميده تو النجم مش بالسهل تلقاه يا رجل. يا راجل نشد فيك، وين حميده؟ قولي وين نلقاه. يا استاذ قلت لك حميده تو النجم مش بالسهل تلقاه، ومش بالسهل يجي عندنا هنا. بعدين قلت لك زمان كي يكون برشا شي هنا، انت وين الدنيا تو؟ قاعدين حتى انت ما لقيت ما تدير يا استاذ. تو تعدي ترشح بطولة فيلم يعني هذوما ما ينفعوش ولا شنو؟ يا جماعه ما فيش داعي للكلام هذا كله، وقولوا لي وين نلقى حميده. باهي يا استاذ سليم انت ايش تبي فيه حميده؟ قول لنا شو تبي باش نقدر نديروا لي تبوك. نحن ما نبغوا شيء خاطي فرصه، اعطونا فرصه بس، ولا مكتوب علينا طول عمرنا نخدمكم برص. انتوا عقلكم معدى بعيد، انا نبي حميده في موضوع مهم. بيطلع الموضوع المهم؟ في الفنان الكبير نور الانوار جاي هنا.
نور الانوار جيهانه؟ ايوه جيهانه. شنو يبي؟ يبي حميده بالاسم. نور الانوار المنت الزلمي بتاع باب الحاره. عليك نور. باهي شنو يبي من حميده؟ تو يجي حميده وانت فاهم. ايوه يا جاكي شاي. اوكي يا جاكي النبي اطلع للتغطيه الله يستر بيتك. اوكي يا جاكي معلش. توينك يا حميده ندور فيك انا. اوكي تو نكلمك بعدين. كم ياك لحالنا شر يا. نقول لك على حاجه. ايوه. قال لك نور الانوار جاي فيك انت. نور الانوار؟ كمانو نور الانوار بسلام؟ المنتج السوري. سلام السمين هذا. ايوه مبرد دمه يا جماعه. شد حويل باتا وامه اللي قاعدين معاه. على العموم انا سبقته باش نبلغ. هو لاحقني جاي وراي. با وشن يبي هو بالضبط؟ اللي فهمته يبي يصوروا فيلم عربي يعني. عندنا هنا. نعم. ضحكة الواسعة. هو جاي وراي باش يتفق المرة. يتفق معايا؟ قول لي هيك من الاول. هذا معناها اكيد متفرج على الفيلم اللي انت اخرجته لي. شنو اسمه الفيلم يا شباب؟ شعبيه في مهب الريح. ريتا الفيلم هذا ضارب ضربه عند الشباب مش طبيعيه ممكن. الله 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 الله. قال لك عليه سحب في المحلات بتاع الديسكات. ما نحكي لك كل خميس سحب مش عادي. لا جميل والله كويس. بس كنتك استاذ شو رايك في دور الامين اللي مثلته؟ 100% بصراحه عجبتني فيه والله. شو رايك في الشمه الحمراء؟ من غادي جاي عليه. وشو رايك في السبعه يا استاذ؟ مكتفة ستيف يعني. يديروا فيه الامناء حركات كلام لعب يعني. باي شو رايك في البدله السفاري؟ جاي عليك من غادي. في البدله هذه كلفت المنتج يعني. صاحبها اللي يبيع فيها يبيعها ب 25 ونحن نقول اطلقها ب 24 ونص. يا راجل بابا شندري جبنا له ولد خالته من مرج. عرفتي؟ وجاء قال له معلش وقال له لا ارجع مش بجيدك وعاد اطلقها ب 24 ونص. ركبنا ركبه ونيس ب 10 المهم الحمد لله. لا كويس كويس. فقلت لك استاذ سليم. نعم. صار قلت لي في منتج جاي هنا انت. نعم. تمام يا شباب اسمعوني هنا. قال لكم الاستاذ سليم في مخرج زلمي جاي هنا يبي يدير فيلم. عرفت كيف؟ يبيكم تمثلوا معاه. بس الله يستر بيتكم فكوني متلصق. فكوني من العزومات الخاصة. واحد يشيل الحوش يقول له نوكلك أكلة شعبية دشيشة ما دشيشة. وواحد يشيلها في رينو 5 وحركات اللي تديروا فيه فكوني منن. راجل مخرج ليبي وعارف الظروف. استاذ سليم اعتبر جيتي هذه جاي نشحت منك في دور مثلا. كيف تنظر لي بينك وبين نفسك؟ لا عندنا في الفن الكلام هذا عيب. اي واحد يدير حركات هذينا ننظروا له باحتقار. باحتقار شديد صحيح. مضبوط. اذا كان هذا ليبي قال لك ننظر لك باحتقار. شوفوا جوكم يا شباب كيف ينظر لكم واحد زلمي. صح ولا لا؟ علي الحلال واحد من الزمان. الحمد لله. توسع بالك يا حميده وسع بالك يا رجل. خويا يا سليم خويا كانك انت. علي الحلال واحد نلقاه يجني في جرته ولا يتقرب له ولا يتمسلك يدير الحاجات هذينا ننفصل عليه فصله. عارفيني لما ننفصل انا. يلا دخش ما في الصبايا خش. اهلا وسهلا باللي جاك. اهلا وسهلا باللي جاك. اهلا باللي جاك. اهلا باللي جاك. وقت الدنيا هاللي جاك. وقت الدنيا هاللي جاك. اهلا وسهلا باللي جاك. اهلا وسهلا باللي جاك. وقت الدنيا هاللي جاك. وقت الدنيا هاللي جاك. تعال صورنا. تعال يا فضيل. تعال صورنا هنا. عيب تسيبونا قدام الراجل هيك عيب والله. ولا اقول لكم حاجه. تعالوا غادي هنا خير. تعالوا هنا. تعالوا هنا في اضاءه. تعال استاذ. لا كويس مكاني. تعال مش نخلوا زلمي ورانا يا راجل. تعال. لا تعال قلت لك اسمع خذها بالطول عرفتي. وبعدين دير لي حفظ تو نسمعها عليك بالعشيه. وقع لي يا حميده وقع لي. والله ما عندي بنينه معك قلم استاذ. ما معي. يا حميده. تعال مشان تسيبونا تمشي معاه. هي تعال غادي عندنا اجتماع نبي ندير اجتماع فيلم. هي تعال عندنا فيلم صبوا تعال فضيل هذا بديع المقصد. لا معك تعال اجي انا يا معانا. ايوه تعال هيا شباب تشيش تسيبونا. اوكي 100 100 اوكي شباب. اهلين اهلين شرميله. الحال كيفك؟ الله يسلمك. احوالك. نقدم لك حميده صاحب اكبر مكتب لتوفير الكومبارس وممثل كبير. انا جايكم مخصوص مشان نتفق معكم على الكومبارس. حلو. ايش اللي حلو يا راجل؟ ايش اللي قاعد يقول لك اشتري ميله بقول له حلو؟ تدلع فيا
اللي دلع فيك مستكر لك يا راجل؟ تعز نفسك هي عز الله. بعدين قول لي يا سيدي، احنا ما زلنا في موال الكمبرس. وش نتبي يا حميد؟ تو قال لك كمبرس نسمع فيه ما كمبرس. وانت شو نتبي؟ انت كيف شنبي؟ هذا قيسه مش متفرج على الفيلم اللي مثلت فيه دور الامين. ما منك انت لو كانك شاركت في مهرجان دمشق راح عرفني يا الزلمه تو. يا راجل ما يعطوش فينا في امكانيات، ما يساعدوش فينا، كيف تبيني نشارك؟ يساعدك ربي، تراجي منهم في امكانيات. يساعدك ربي، هذا ما رفعنا لك الدعم تبي مش هيشاركوك ان شاء الله الفيلم الجديد نشارك فيه. كما رافعين الدعم على السلع تبي مين؟ يدعموا الفنانين. بس لا يا والله ما تدير في حاجات انت. سبحانك يا ربي خلاص. المهم يا زلمي شو؟ والله ما فهمت منه شيء فتره كمبارس ما دوخني انت القصه شنو فيه بالضبط؟ انا بدي توفر لي عدد كبير من الكمبارس. يعني في حدود الكم 16 17 18 19 20 ولك شو 16 17 حميده؟ ولك ابو شواربك حميده. من شكلك حي يا زلمه يا بتاع الدبوله يا بتاع الشرمونه يا باب الحاره يا بتاع الهدرازي. يا حميدة يا راجل يهديك الله، الراجل ما غلطش فيك، قال لك ابوس شواربك، يعني ابوس شنابك، شنو فيها يا اخي؟ غيروهم هلكنا التعريف هذا والله هلك. تو يا جماعه تو شواربك جنابه ما يفرض يا سيدي امه صايبه باي وقالت شوي شربه وتبي ولدها يجي يذوق يحطها في شنباتها يعني تو. لا يا حميده ما عندهمش شربه. اظن زعتر واسا يا حميده خفيف كلها. خفيف صح زعتر وخفيف صح مزبوط اوكي خفيف اوكي يا زلمه سوري يا سوري. ولك يا حميده يا حبيب قلبي. ايوه هيك الكلام السمح ايوه. ولك بدي الف كمبرس. بتقدر توفر لي الف كمبرس ولا ما بتقدر؟ شو حميده؟ يا علي الحلال صاحبك هذا مو طبيعي. كلنا قال لي نبي 1000 كمبرس. عادي يا حميدة، بالسينما 1000 2000 عادي. تشنب يحتل فيه من الصين هو. يا راجل هذا مش مسرح سينما. تبقى تمثيل لعب بصارك انت. يا زلمه معلش نبي نفهم منك انت، معلش يحكي الفيلم بتاعك بس. هلا اتركني من فيلم وما فيلم. ماشي. بتقدر توفر لي 1000 كمبرس ولا ما بتقدر؟ وانت بتقدر تسلك لي 1000 كمبرس ولا ما بتقدر؟ ريت التزليط ريت الحراج مو خط عليك ها؟ ولك بقدر والله بقدر. انا ماني مثلكم تتفقوا مع المسؤولين تبعكم ب 2000 ليره وتعطوهم 500 ليره. وين التزليط حميده؟ والله غسيلكم منشر يا الله والله عندك الحق. اللي عندنا هنا مش منتجين منفذين انتاج يعطوه تفتوفه يحاول يوفر منها. تلقاه يسوق في الحافله ويدف لهم فصاص فاصوليا عقب هو اللي يخرج وهو اللي قريب يمثل عادته يمكن حاجه يبي يديرها. هذا اللي لكن قول يا استاذ فكنا منهم. انت الفيلم متاعك فيه معارك وفي جيوش وطحنات، في جيش من جو الفيلم؟ في جيش. بدي جيش. عندك جيش؟ عندي جيوش انا. ولك ما بدي جيوش، ولك بدي جيش واحد. انت قيسك مش شايف الكمبرس نتاعي هذوما؟ شو؟ يكون في علمك هذوما شاركوا في افلام ومسلسلات عالميه من قبل. ما شاء الله ما شاء الله. وفيهم حتى اللي واخذ جائزه واثنين اخرى. هذا سبيلين هذوما مش عاديين. عارف جاكي شان؟ ايه بعرف. هذوما اللي داروا له شان. باي شايف فيلم شباب ضاع مستقبلهم؟ شو حميده؟ عائلي؟ لا باب واحد. يا راجل فيلم مش سيارة. باهي قلت لك شايف مسلسل سنوات الضياع؟ ايه شايفه. هذا مهند اهو. باهي تعرف المخرج الخطير
العقاد؟ ايه بعرفه. هذول اللي عقدوها أما. تعال يا حميدة تعال. هذا أحمد أصغر ممثل في فيلم الرسالة. ما شاء الله ما شاء الله. درست الكاميرا ما جابتهاش ما طلعش مسكين. في الأول حطيتها مع الكفار ما بش. عجبتني منك والله. قال لي أنا مسلم قلت له لا إله والله عجبتني منك. من شاب وعنده غيرة على دينه بصراحة هذا يشرف ولا لا؟ حولتك ولا لا؟ حولتني. حطيتها مع المسلمين. وقبل المسلمين لعلمك شريت له جلابية زبدة. وعاد مع ان ايام الرساله ما فيش زبده لكن احتراما لك والله العيل ذاب في هذيك الصح. ما نزل. لا عرفت الجلابيه ساحه، لا عرفت يجري يجرب فيها. ما الله اكبر. قول لي عاد وين نلقاه؟ نلقاه مع صاحبك الاجنبي هذا بتاع الخدع والتفجيرات. برنسيس. برنسيس. لقيته مكسد مع برنسيس ويحكي وياه. قلت له يا برنسيس شنو يقول لك العيل الدبسيس هذا؟ قال لي هذا بيلبس شريط ناسف ويفجر روحه في الكفار. الله 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 وين؟ يا ابني ايام فيلم الرساله ما كانش فيه تفجيرات. في الرساله كان فيه سيوف ولقايات بس. كيف؟ التفجيرات عرفناها هنا دون من 11 سبتمبر وتعال جاي بس. فهمت ايه؟ شو حميدة؟ قلت له التفجيرات من 11 سبتمبر وتعال هون. تعال جاي حميدة. تعال جاي. تعال جاي. ما فهمت شيء. لا التفجيرات قلت له من 11 سبتمبر وتعال جاي. تعال جاي. فهمتها. المهم كلمت العقاد قلت له ريت يا اسطوفه ريت يا اسطوفه هيك والله بجواب. شو؟ قلت له يا اسطوفه. ولك ابو سطيف. انت مش باب الحاره يا راجل. قطعتونا بباب الحاره. قلت له يا عقاد العيل هذا لازم تغير له الدور نتاعه. قال لي تصرف انت مساعد مخرج واللي تديرها حاضر. قلت له معناها تجدي عليه سياقه. عارف كيف؟ سياقه هذه هي كبيره كيف ماكينه الحلاقه صاحبك طويله. نشافه. نشافه الله ينشف ريقك. المهم جاب لي النشافه اعطيتها له. قلت له انت دورك في الفيلم نبيك تمسح لي جره عجل الظروف اللي في الصحراء. اصلا ايام فيلم الرساله في ابن ما فيش سيارات صح ولا لا؟ كيف تطلع سياره يقولوا غلطه صح ولا لا؟ المهم احنا قعدنا نمثلوا عم يمسح جره عجل اندروفان في الصحراء. احنا عم بنمثل وهو بيمسح جره عجل اندروفان في الصحراء. وحنا عم بنمثل. عرفتها. قول جابوه في الشرطه والمجتمع. ليش؟ يومين متبع عجل اندروفان بتاع هرابه. الشرطه يحسبوه من ضمن العصابه يخفف الاثر بتاع حبس فيها 4 سنوات. لكن الحمد لله طلعت عاليه. قلت لك كم عمرك تو انت؟ 20. الله الله 20 عمرك. الله الله ايام كنت في عمرك صدقني كان عمري 20 والله. عليك والله العظيم. والله صدفه غريبه. يا سيدي سبحان الله. على هيك انت بتملك جيش دولي حميدة. ما يهمك شيء اي عدد تبيه جمهور كوره عارف كيف؟ عندك تصعيد من 1 إلى 1000 نجيبهم لك عادي جدا. هلا انا بدي نحدد لكم العدد والاعمار والاشكال. اشكال؟ ايه اشكال. كيف الفيلم تاعك فيه اشكال مقلبه؟ ايه في اشكال مقلبه. والله عندي لك اشكال هنا عن شكلهم كلها. زي ناشدون. ما ريت شيء انت. ها بالك تحق اخوك كورلاند. والله. تريح تريح. يا فضيل ريح. تمشي توا جري تجيب لي كورلا وتجي. باهي بس هالمره نبيك تمشي معن مش تمشي لي معن حتى نعنى تمشي لي معن. هاي باهي تمشي معنا. انا هاي يا جماعه هاي. هاي يا ابوي كيف صار قبل نمشي معنا؟ هذه كيفها مره خلص. يا شباب هالمره نبي نحكي لكم قصه كورلا وليش سميناه كورلا. كورلا هذا يا سيدي يعتبر شقيق عاشدو خوت توأم. بس كورلا اصغر من عاشدو بدقيقه بس. وسميناه كورلا لانه يلصق. فهمت كيف؟ شنو عم يلزق سميناه كورلا. شنو عم يلزق سميناه لزعه. ايوه. بس انا عندي مشكله ثانيه. الله عنده رخصه ثانيه يا ولك مشكله ثانيه يا حميدة. مشكله شنو كانك؟ ولك كل الممثلين اللي اخترناهم في البدايه بيوافقوا. ولما بيقروا السيناريو يعطوها الشياط. ليش؟ معناها في خلل في الفيلم عندك. لانه الفيلم بده شجاعه.
كيف فيلم يبي شجاعة؟ قصدك الفيلم فيه مغامرات وقفز بالمظلات وحركات هيك؟ شنو؟ الممثلين بيخافوا من التهديد والاغتيال. لا مع احترامي لك اظن مش ممثلين يعني. شو؟ اي فنان يخاف من التهديد والاغتيال من يريح روحه. بيخافوا. تعالوا انا نبي بشيء. بيخافوا. سمعت شو قال استاذ؟ قال لك قلت لك استاذ سليم شو معناه التهديد بالاغتيال ما فهمتش؟ والله ما فهمت يا حميده معناها اقعد. لا قتلني. فهمتك يا استاذ. اريد اسمع. عندي لك ممثل راسه كاسح ما يهمه شيء، يهد وخلاص، مستعد يفجر روحه في سبيل انه هو ينشر ويطلع في الشاشه. شوفوا ممثل او جابوا لك شو هاي؟ هذا كولا اللي حكيت لك عليه. ايوه تشوف هيك صغير لكن لما يوعى كيف مارد الزيت يا. قلت لك يا استاذ شنو اسمه الفيلم اللي تبيه يمثل فيه؟ ولك العرب في مهب الريح. شو هيدا؟ شمولة سمعت العنوان اللي توه؟ قال لك العرب في مهب الريح. مش مر عليك هذا من قبل؟ تقريبا الشعبية في مهب الريح. فين مر؟ حاولين الشعبية وحاطين ساقع عين عينك. ما انت ما تشاركش في المهرجانات، شارك حتى في الخماسيات يا سيدي. الفيلم الجديد ان شاء الله يا حميد. ريت الفيلم الجديد نصيحة أخوية. كاميرا دالية وراس المنقار وحلم ما ترجع عنه. نصيحة على طول. ايوه يا زلمي النبي يعاود له العنوان من جديد نبي يسمع منك بس. ولك العرب في مهب الريح. وليش عم بتعلي حسك علي؟ ليش عم ترفع صوتك علي؟ ولك انا ما بعلي حسي ولك امي لما حملت فيني صارت بتاكل جزر ولك ترى مرنا ولا شنو يا؟ يا رجل يا حبيبي بس بايع ان شاء الله دايرنا مش حبابنا يا رب والله حبابنا. خلاص يا اخي. هيا حميده هيا حميده غير تعال يا حميده تعال. عشان خاطرك انت بس اقسم بالله. هيا عشان خاطره هو بس. باين يعلمكم سلاح الدبش قبل ما عشني بنمثل بك. يا جماعه مش المخرج اعطاكم نصوص اقروا احفظوا في الحوش يا سيدي. يا حبابنا يا حميده والله حبابنا الله. تبقى قدام الكاميرا تلكلك كلمتين على بعض ما تعرفش تقولن. ولهجه يا ريت حتى لغه عربيه. باهي يا حميده وسع باهي دقيقه معلش قبل ما تبدوا نبي كلمتين مع صديقي يا كولا. نعم كولا انت سفتار وما يعجبك العجب. ايوه مش تقول حميده زعل ورد بالسهل هيك طمع في الدور. علي الحلال ما رديت لين اجبرت الزلمه هذا دفع لي 1500 زياده. سلفه يا سيدي انا يسمع فلوس اللي بيترعش. والله شباب هيا يا سيدي هي توكل على الله. هي يا دقيقه يا شرموله معلش. هذا شنو اللي رايح كيف ابو الهول هذا شنو؟ يا ابني ما تنهدش في العالم. ما عرفتش انا بجيب انا خطيره عرفتش بندير. خلاص يا اخي اسمع خلاص يلا شباب جيبوها ولا منين هيا يا سيدي ابدوا. هيا يلا بسم الله. حطوا سكر يا حميده قهوتهم اكل العراقيين. قهوتهم مره بينها نمثلوا حطوها حلوه لا نعبر انها مره يا سيدي. يلا الثانية باهي يا رجل خلاص هيا يلا شباب يلا نزار ده شنو هذا يا حميده شنو الزلمه هذا؟ يا خطر الله يذكرك يا استاذ. انت مش مخرج. نعم. اللي نعرف انا ان المخرج هو سيد العمل صحيح؟ صحيح. انت مسموعه ولا لا؟ هذا خليه يمشي يستريح في الهوتيل يشبي قاعد هنا يا جماعه. ولك انا المنتج يا حميده. تباهي المنتج على عيني وراسي. نعرف المنتج يتريح في الهوتيل يجنن الشرطان اللي عنده صح ولا لا؟ صح. ايش تبي قاعد في موقع التصوير حتى نرتبكوا قدامك يا سيدي. ولك مصريات يا حميده. يلا لا مصرياتك لليبياتك روح الله يستر بيك. باهي يا حميده تو غربده وتو يعدي تو غربده بس هي خليه يطلع انا ما نمثلش لين يطلع نقني الله اسرع بينا. انك اطلع هيا يا راجل اطلع دقيقه ارجل الله يستر بيتك. فكنا منه يا سي اطلع يا زلمه. اني بي حق عطلناش الله يستر حق سروالي باهي حق سروالي رايح تقول دفيت زيت. انا عم صور شباب. سؤال بس شو؟ يا زلمه سروالك هذا كم شمعه؟ يلا بسعى يلا عم صور. يلا شباب علي الحلال التله تاكم يطب فيه. يلا حميده نور حميده. يلا شباب عليك. يلا شباب يلا يا سيدي خلاص بسم الله. فيلم العرب في مهب الريح
اللقطة الأخيرة أكشن. يرحمك الله يا ابوي. هاي هاي يا كالله يستاهل. شنو هذا يا اخي؟ بيستاهل. شنو هذا يا اخي؟ شنو هذا يا اخي؟ يلا نسعى، اهو نسعى. يلا شباب عم صور. هيا صوروا خلاص ابدوا هيا. يلا شباب. اطلع روح. يلا عم صور سيدة. روح يلا نسعى. هلك بالحمرة هلك. صور. عدي يا جماعة عندي إحساس إن هذا كواش. كيف يا حط هيك الجماعة اللي يبرموا في العجين هيك. بس ريته كان كم رجالة مزبوط. الزلمة هذا خربوا له الفيلم ممتاز. خلوه يشعف مرة أخرى يجي يصور عندنا. تو اللي عنده الصماطة يطلعها. شاوري السماطة خلها شاوري لها يا جماعة. كم سماطة بس سماويطة سوي ما توصي إن شاء الله. والله لارميكم بالرافدين، واللي ما عجبه الرافدين يشرب من البحر. واللي ما عجبه الرافدين يشرب من البحرين. ايش تقول يا الكلاب النابح؟ الكلاب النابح والله لقتلك بليل ما بضوء قمر، وابني بيني وبينك جدار مثل جدار شارون. وانا بيني وبينك رسول الله، وابني بيني وبينك اللي اقوى من جدار شارون بعد، مثل الجدار الفاصل بين حماس وفتح. ما يصير الحكي، انتوا كلكم عركان في عركان. اتركني عذبه ومرمره وعلى جسر المسيبه سيبه. اتركه وعلى جسر المسيبه سيبه. انت على جسر المسيب تسيبني. هالفرح مال بيك، حيك بابا حيك. هالفرح مال بيك، هذول اللي عذبوني، هذول اللي مرمروني. وعلى جسر المسيب سيبوني، على جسر المسيب سيبوني. حيك بابا حيك. اي شيء تريد اهدي. لك جيبوا الجيش العراقي. ها؟ لك جيبوا الجيش العراقي. ما اريد عراقي، اريد ميليشيات المهديه. سجنوا هذا بالجرم المشدود. المشهود يا حميده. بالجرم المشهود يا حميده. ما يصير الهرج يا عركان، الحين نحل المشكلة. ما اريد عربان يحلون مشاكل العرقان. خلاص الحين نجيب رجال أجانب يحلون المشكلة. ما اريد رجالا اجانب، اريد المزيونه. المسيونة جاية موجودة ببغداد الحين توصل. ومن هي هالمزيونه هي؟ تراها سمرة هي وعيونها سوء. هي وما هي طويلة الجد، هي وما هي قصيرة الجد. هي سمرة يبا، سمرة ومزيونة وجنزية يبا، جنزية. جنزيه. المهم ما هي من العربان، من هالوجوه المقلبه. هي سمرة وعيونها سود، ولا هي قصيرة ولا هي طويلة. هي من العربان، ترى من عربة يديرة هي. ما هي من العربان، أي. سمرة جاية من أرض الكوبوي. كوبوي. وش اسمها هي؟ اسمها يبا كونداليزا رايس. ايه رايز ما غيرها. ما غيرها، روز رايز ما غيرها. ما غيرها. ترى انها سمرة ومزيونه وقنتها مبتره. اسمة قماش يوبا. بس انا اريد عمة العراق سودة مثل لون المزيونة. واني اريد العمة تكون شعارنا، شعار العراق الجديد تكون بيضة. سودة. اقول العمة بيضة. انا اقول سودة. بيضة. بيضة. صب لك هوا يا طويل الخشم. صبر. قالت لك يا سانكويك. يمشي ثانك يا حاجة. خلاص اعطيها طاسة فاضية وخلاص. انا اقول شلون بغداد منورة. ما هي بغداد اللي منورة يا ولد الحاجة مصورة. ترى هالسمرة المزيونة هي اللي منورة. هي انتو بدينا افكر الحبل عاد. انتو تصنعون طائرات وصواريخ
والشرق الاوسط ضاع نفطه بنيشي. انتوا حطيتوا في صفحات العلم تاريخ، وحنا بماضينا نعيد النقاش. نقاش. يو بروبلم بليز كنشي بروبلم. ريتها ما تعرفش تقول بروبلم، هي كيف تقول برملم برملم. هي ما تعرفش تقول بروبلم لان هي مش امريكيه، هي امريكيه من اصول افريقيه. على حسب المعلومات اللي عندي يا شباب قالوا كوندليزا رايز اصلها تشديه. بس شديه؟ اي نعم، بس مش من اللي بيعمل في البخور. نو مشاكل يا بعد عمري. ماكو مشاكل يا بعد عيني، بس اني اريد مدينة الصدر عاصمة لي، وعندي قوة الصدر وقوة البراكور ببال. وانا اريد المهدية عاصمة لي. ونتمنوا حتى تقرر نتمنوا. انا نحكي نريدها قاضية تحكم بالعدل، السمرة المزيونة. وانا بعد راضي بهالمزيونة تكون قاضية بيننا. اي نعم. انا ضربة القاضية. هاي بلا تايسون دير رجيم ولا شندوك هذا. انا السمراء، انا اميرة العرب. انت اميرة الرافدين، وانت يا عنش العلوج راح اقاطرك قبل ما يضب الليل. انتم شيوخ العرب ومعروف العرب الغيرة واحقاد لا ينسوها. واحنا راح نجيب جيش محارب. مظبوط عليه الحلال مع فمك الصادق. سمعت ايش قالت انتم شيوخ العرب وقد تملحت العلاقات فيما بينكم. صدق. وتوا تجيب لنا مريض يحزوها بيني وبينك. وانا موافق. بليز تقبل وننفذ. يا بعد عمري راح نجيب شبان جمال الدنيا بوجوههم بيض وشب. ايه عشان ده كان زواج ولا شدوت هذه بنعرفنا. قالت لك نجيب شباب جمال الدنيا في عيونهم. نعم. كيف مهند ما مهند والجو هذا، ويجوك مشبيين شعرهم ومشبيين فوق الدبابات ويمتعوه في ستاك الكيش نتاع العراق. بس احنا يا حالنا مشاكلنا. مشاكلكم انتم كلكم مشاكل. انتم العرب مشاكل. اذا مش مشكل من حد تنقلبوا على بعضكم. حتى السودان بده يصير ضرة. الله فهمت المعلومة هذه؟ يس. ريدة والله. بس حسها مثقفة والله. كيف؟ صبرة عندك هنا. والله غريبة. تبقى صبرة هنا بس اللي عندي علم. سمعت ايش قالت؟ قالت لك حتى الرئيس حسن البشير بتاع السودان ورق وياخذ على رفيقة الضرة. شوف نو ضرة يا بعد عمري. يزرع الذرة قول لها انه يقول سبوع هي. يا سبوع. وقصد المشاكل بتاعت راس نبيل شعيب رئيس السودان. هاي بلا. عفوا سيدة بريكارايز، عفوا سيدة بريكارايز، هناك تصحيح بسيط. نبيل شعيل مطرب وليس رئيس الصومال كما جاء في سجلات بوركينا فاسو. وبعدين هالمرة تقولي نبيل شعيل رئيس السودان، بكرة تقولي نانسي عجرم ماسكة لبنان. وبدل ما نديروا اجتماع قمة نديروا مهرجان الأغنية البديلة. وزيرتكم كوندليزا رايز قالت لك نبيل شعيل رئيس السودان يعني رئيس السودان. يس. في هذه الحالة اللي يعطيك حبل كتفة بيس. رئيس السودان يلا. وحتى كان تبي متران رئيس اليمن ماكو مانع. أين أوكي تعال هنا. ها متران أجنبي. انت اللي اجنبي يا علج العلوج. متران هاي كلمة عربية. كلمة عربية؟ شلون عربية؟ متر زايد متر. ايش تساوي؟ متران يا جاهل. لا مو جاهل يا غبي. انا مو غبي ومو غبي في شيء. انا حاكم مدينة الصدر. وانا حاكم المهدية. انت حاكم مباراة ستاك الساعة 4 في العشية. اوكي كل واحد حاكم
يا سيدة بريكارايز. الله والنبي ما فكيتينا من السياسة انفخت روسنا غير لابسين عقالات بس. وخلينا نخشوا في نواحي اجتماعية. سيدة بريكارايز في رواق بيكم. هل أنت مخطوبة؟ نو الحمد لله. في هاد أعطي فيك كلمة. يا شباب وقت رواحكم الجمعة الجاية أول طيارة لواشنطن ماشيين نخطبوا بريكارايز. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. النبي ما تردي علي. قلت لك هلك بعد صلاة الجمعة ما عندي مش طلعت. خلوه في نطاق عائلي نسكروا شوارع. يا شباب صدقك ونعلنها قدامكم ويعني ما قصدي شريف. سيدة بريكارايز ناجية يا رب. جابنا لهون يا عدنان. لك انا ما بعرف يا غسان. ايوه قالوا لي بدهم اياك بالمقفى. انا اللي اشتكيت عليكم. لا يا فحاد بتقولها وين؟ ما بصير ما بصير. اقعد لك اقعد عن شكلك. بدي اطلع حالاتكم، بدي اجننكم مثل ما جننتوني. الله وكيلك انا مظلوم يا فندي. انت يا ابو المعالب عم تظلم العالم. لك وانا كمان مظلوم يا كبيرنا. انت عامل لي حالك ابضاي بالحاري، مو حاط الدحي الحاره وجوز. يا ابو احمد. نعم سيدي. تشتكي شيء عليهم؟ شو هي شكواك لكان؟ اي والله سيدي جاني ابو عدنان وابو غسان وباعوا لي منزل. ايوه. ولما رحت لمصلحه العقارات قالوا لي رايح بالازالي. ايوه الازالي تبع التطوير. نعم سيدي. وشو قالوا لك كمان؟ قالوا لي البيت ما قدامه مجاري. ايوه. وبيسبب زحمه ناس من قدامه وبيسبب زحمه سيارات من وراه. ايوه. وشو قالوا لك كمان؟ قالوا لي منظره بشع. الشارع؟ للبيت سيدي. ايوه. وشو قالوا لك كمان؟ ايه وقالوا الشوارع بدهم ينظموا. حكي فارغ. ايه وكل يوم عم تطلع ميزانية للتصليح، والميزانية ما بتروح للتصليح عمي. خلاص ولا ولك وين عم بتروح الميزانية لكان؟ بتروح لجيوبها. شو؟ انت بتحكي عن البيت الخرابي تبع ابو احمد ولا عن بنغازي؟ لك بتحكي عن البيت الخرابي تبع ابو احمد يا سيدي. ايوه. وليش بدهم يزيلوا هالبيت بالذات وما يزيلوا بيت هاد شو اسمه معسوف الرقبه؟ اي والله سيدي لما باعوا لي بيت الخرابي. ايوه. ولما دخلت فكرت حالي في ما تقول لي انك فكرت حالك بالمحاشي ها؟ ولا ليش كررتوا النصب والضحك على ابو احمد من تاني؟ ما
والله ضحكنا عليه من قبل حتى كررها لنا يا فندي. شلون ما ضحكت عليه؟ تتذكر يوم اللي بعت له طارق بزاو تبع النصر على انه دروجبا تبع تشيلسي؟ ايه هو الشراه، شو بدنا نعمل له؟ وتتذكر يوم اللي بعت له عصبان شمس على انه كرة شخشير؟ لك يا سيدي ويا تاج راسي، لك الذكي بغمزي بيفهم، ايوه، والغبي برفسي وما بيفهم، وهو غبي شو بدنا نعمل له؟ لا يا سيدي لا عود محلك. والله ما غبي يا سيدي. عود محلك. انا مثل ما قالت امي انا ذكي طلع عن جدي والله سيدي. عود محلك. والله طلع عن جدي. عود محلك عن جدك. تتذكر يوم اللي بعت له مقطع على انه مكرونه سباجيتي عافسه عليه سياره؟ اي والله سيدي كان بدنا نبيع له دبابه. خلاص ولا ناقص تبيعوا له معسكر بالاحتياط تبعه. هلا بدكم ترجعوا المصريات حق البيت الخرابي لابو احمد ليره على ليره. ايش معنى نحن يلي نرجع مصريات الخرابه يا فندي؟ والله معك حق خيو. ايه اكتب ولا اكتب، لو كل من سرق ميزانية خرابي رجعها لصارت بنغازي هلا قصور وحدايق وزهور، مش زبل وذبان. اكتب اطمن يا ابو احمد. تكرم سيدي. ما راح نزيل بيتك بنوب. تكرم. رايحين نطلع عليه ميزانية تانية وبعد هيك نزيله بمجازنا. ايوه. عالمايا عالعين يا ملاها يا ابني يا بالله اسقيني عطشان اسقيني مايا. عالمايا عالعين يا ملاها يا ابني يا بالله اسقيني عطشان اسقيني مايا. يا ويلي طولها رمح نرديني طولها، يا ويلي طولها رمح نرديني طولها، واللي يحاول يطولها لهد كل المنايا. عالمايا عالعين يا ملاها يا ابني يا بالله اسقيني عطشان اسقيني مايا. ستوب. اللقطة الأخيرة من فيلم المضحكة في المهبرية. ماشي ولا يا شباب؟ ماشي. خلاص يا سيدي، يبقى توا جاي كم مخرج عالمي مانيش عارف منين، وجايب معاه فيلم ضخم مانيش عارف عليش يحكي، يبيكم تصوروا معاه، يعني تمثلوا وتروحوا تباتوا في حواشيك. قال علينا حميده. يقولني مع اللي بيمثل افلام صغيره بك، كني بيشنو؟ تتذكر لما بعت له طارق بزيو تبع النصر على ان دروجبا تبع تشيلسي، قلنا بيجيبونا كلام في طالع. بلاش انت بتمثل يا انت بتمثل سيد الخواتم والله الام المسيح يا. يكون في علمك يا حميد انا مثلت العرب في الريح. تعرف ايش؟ في الماء. حي بالله حي، حتى الفيلم اللي صوره ما هو عارف عنوانه، افرض يديروا معاك لقاء يا غشيم، شنو تقول لهم؟ يا رب يجي تو انتم كلكم خشين على الفن ارجو قبولي. تبي النبي شنو الكلام الفاضي؟ تتذكر لما بعت له عصبان شمس؟ تستفتر انت تستفتر ها؟ لكن كم مره اديتك كومبارس كيف اول ما جيت نقعد ماني انا وانا المسؤول هنا. وشن عندهم المسؤولين غير لعب مصاير الناس؟ صار هيك صار شن عندهم المسؤولين ها؟ يا شباب قد عنذر من فانذر، اعذر من انذر، قد اعذر من انذر. بكره تلقوا في لوحه الاعلانات اسماء المقلصين من الكومبارس. اهو تعرفين شو جابنا هنا اصلا يا شباب؟ اسمع فكني من السياسه راح يهدمون المكتب الله يستر بيتك. عدينا كده مسؤولين مخلصين من وظائفنا، عرفت لكن كل كلام هذا ما قلتش لما نجيب لك المسؤولين اللي عندنا يبدا فيها الزرع الزينقو بعدين. مشينا فرجنا بالطماطم والزيت والسكر وسوق العشيه، جا الحرس بلدي وقلصنا. لكن تقول ما قلتش لما يجيك سيافه الحرس البلدي ياخذوك يد وكراع ويعزقوك في الشنطه من لا ورا. حشاكم مشينا نبيعوا في كلاب وحمير في سوق الجمعه، جونا وخلصونا. لكن تقول كلام هذا ما قلتش لما نجيب لك الكلاب والحمير اللي عندنا بعدين. والله يا حميده والله الواحد يغش على الحشيش تيجي مات مكافحه وخلص. يا ريت لا تخش الحشيش لا تخش الجامع لا تخش في ساس قال لك انا انت موت خير لك. كيف؟ يا ربي حتى كتموت يقلصوك. والله يقول لك قبره جاي في نص الطريق ونبي نحولوه. ايش الحل يا حميده؟ الحل ما ينفع فيه الا الحل لما تبشك وروح امشي. كيف ندير انا؟ ريت اسمع الحل المضبوط كم ما تبيش حد يجي يشورك اقعد رئيس دغري. رئيس جمعيه. اي جمعيه الله يصلح حالك. رئيس محكمه. حتى
رئيس المحكمه يقلصوا فيه. رئيس شنو حميد؟ رئيس دوله دغري. دولة؟ وين الدولة خلينا نخش عليها حميد؟ والله العالم كله دولة وعندك، اختار من اسيا من اوروبا من افريقيا، انا نودك بافريقيا. كان افريقيا؟ لان افريقيا اللي نور بدري يمسك، عارف كيف؟ بس نصيحة أخوية، خطأ الدول المطلة على حوض البحر المتوسط. وعليش؟ لأنه يورثوا فيها العيال، فاهم كيف؟ بيني وبينك الحكام العرب مفروض يديروا لهم كراسي تيفال باش معاش يلصقوا. شنو؟ ريت شيلها من راسك حكاية تقعد رئيس. يا حميد سؤال بس. كم مساك الدولة أنا؟ تقعد عندي شقة وسيارة. هذين المفروض يقعد عندك مسكت ما مسكتش مسكت تمسكوك، حق طبيعي. بعدين هاي تفكيرك هذا، انت حتى رئيس عصابه ما يصيرش منك. لا رئيس امم يا حميد. حتى رئيس مجلس اباء في مدرسه متركنا ما. ايش ندير انا؟ موت. يا انا السلام عليكم. اهلا يا شموله. الله بنتك فايحه من بعيد يا. مالكش عارف ليش؟ عازق طرفين ثوم. عليك نور. جايب معايا المخرج الكبير جاك بيكس. هذا هو جاك بيكس؟ ايوه يا شباب. المخرج الاجنبي جاء، وحتى اسمه سهل، جاك بيكس، على وزن جاك عمك والبلاح. هضرب على الاصبال يا حميده، والله الكمارس قاعد يدونين يا. بس انت مش معانا، خلصناك. يا استاذ سليم، انا اسال اقول له المان تعاودوا، المان ترجعوا في الاجانب. هذا من غير سؤال يا حميده، هذا امريكي من امريكا. من امريكي؟ ينعم شكلك. خليك جايبني امريكي في المكتب بتاعي يا تعبان. انت يا امريكي تكلكم على العراق يا تعبانين. كلكم على افغانستان. ولا ما قدرتوش على الروس، عطوكم على روسكم. يا حميده هذا ضد سياسه الولايات المتحده في الشرق الاوسط وفي افغانستان، وعنده مقالات عديده وافلام عديده عن الموضوع هذا معانا يا حميده. معانا. تبي وين برويت يا جماعه؟ يا شربوله. ايوه انا نبي نتعاون معاه اساس معانا، لكن يطلع لي رأفة الهجان مسؤوليتك انت. انا مسؤول عليها. انت اللي جبتها لنا يا. ايوه انا مسؤول عليها. عيب امريكي يضحك علينا. لا يا رجل عيب. بس قلت لك من قدي ماني متريح للموضوع. نبي يمشي 3 خطوات هيك ويحلف، يقولوا حق نصب هالقبله معك. يلا ليش؟ جول 1 2 3 ماي جاد. راح يكسرك. نو مش تقول قلتها بالانجليزي الله واحد راهو. تقول هيك انا عند الله العب واقف. ايوه يا شرموله، ما دام معانا قول له قال لك حميد الدولي صاحب المكتب، الله يربه رفيقك. ان شاء الله في له مكيان. لا قول له اوكي تمام. قلت لك اسال لنا، قول له شنو اسمه الفيلم اللي يبينا فيه. فيلم واتس نيم يور فيلم؟ روكن دور. العالم في مهب الريح. العالم كله شينا بينا هيك على بعضها. يا شموله العنوان هذا مش مر عليك حتى هو؟ والله تقريبا يا حميد. العالم في مهب الريح، الشعبيه في مهب الريح. سرقه سرقينا منك. ما تشاركش المهرجان الجاي. مش لازم كاميرا داليه. حتى ثلاجه خاربه اعزقها وازقط فيها. ان شاء الله. مش تعزق الثلاجه وتصبي مرات تشارك الفيلم يقولوا المن هذا. لا طبعا لا، ان شاء الله لازم يكون فيها. ماشي باقي قلت لك اسال لنا اخر سؤال، قول له عليش تحكي الحدوثه نتاع الفيلم، شنو الزبده نتاع الفيلم، عليش يحكي. لا ما غير ما نسال انا اعرفهم. شنو يحكي على افغانستان؟ انت مسروق الفيلم هذا. الميصط تعال يا استاذ. تتذكر ولد خالتك اللي ماسك مدير مدرسه؟ كويس. مش عزمنا على الحفله بتاع عيد ام والطفل؟ مختار. لما جينا غادي احرجنا، قال ديروا لنا مشهد ما دام جيتوا، قلنا له ما عندناش حاجه واتي. صح مظبوط. انت شن قلت؟
قلت نكتفي 5 دقائق على افغانستان. افغانستان كتبتها لنا صح ولا؟ طبعا كتبت. مثلناها ونجحت. لما طلعنا ما لقيناش لو الورق اللي النص ولا عمك نص؟ انسرق النص. انسرق؟ لقيناه. وين؟ عند الامريكا واحد. حي على امك. لا حنفت يا رب يا كورنا اقل يا راجل اقل. والله اخوك عاشد وخير منك. علي الحلال اخوك عاشد واعقل منك. هيك تودر حقك يا الهبل. كيف يعني كيف؟ خلينا نثبت ان النص اللي عنده هو النص اللي كاتبه انت بيديتك هذينا. ماشي. بعدين هم يعوضوك بالدولار. ماشي الله المهم يا حميده هذا حل 100%. 100 سعادة. يا سلام. كرسي خلوه تريح. شكراً، اعطوك شكراً. كرسي وفي المساء اشنقوه. يا ريت. قول للشباب يبدلوا لك بروفا من غير ما نعرفش نقولها بالاجنبي. جميل. قول له بروفا غير مش عارف نقولها بالاجنبي يقول هذا. حتى بروفا يقولوا فيها هم نفسنا. عرفتوها حتى انت والله التعريف هذا حتى الامريكان والله. يا شباب الامريكان راهو يحبوا الاداء الطبيعي. اطلعوا من التشنجات والتعصاي والانفعال حاولوا منا. كلمة تكون تلقائي طبيعي كلمة شنو يعجب بك المخرج. كويس. بالعربي يديروها كيف ما درتوها في المدرسة. طبيعيه طبيعيه طبيعية كيفك انت. نفس ما شاء الله قلت لك. انت قد ما نفيش نحكي لك المشهد هذا انت اللي كاتبه واخذ فيه احسن دور. شفت الابلاط كيف يتضحكن؟ تبي الصاله هذه تنقلب. ان شاء الله يا سلام والله. نعطيك كمان الاشاره يا استاذ. اعطيني الاشاره هذا خليه تابع. انت تابع تابع. 1 2 3. هاي شنو الحوي ايش دخلك انت؟ مكتوبة عندك بين قوسين يركض ولا لا؟ يركض. يركض. ايش تقول لي هاي سبي جرك. هاي ما قطعنيش الله يسلمك. من انتم وماذا تريدون من افغانستان؟ نحن من عرب الافغان. اللي بيفقني من الصمام انت واخذ فيها نفس الحفلة يا راجل. نفس الحفلة. اوكي ماشي الحال ماشي. هذه الابلاط مات منها ضحكت. نحن من عرب الافغان. ونحن من افغان العرب. الله عليك ثنائي رهيب هذا. مش عارف شن قلتوا توا؟ نحن من عرب الافغان. ونحن من افغان العرب. عرب الافغان وافغان الحرب. والله لا قلت لك يا ملقم يا ابن العربيه الافغانيه. نحن اللي نقتلوك يا ابن عطيه الارهابيه. امي ما هي مصلحيه عطيه الارهابيه ولا هي سهير البابلي. سهير البابلي من البابليين يعني بابليه. كل الارهاب امك متحجبه. لا امي متحزمه ومتشمله ومنفله. انا ابن القاعده. تزيد تنقص مالك الا عطيه الارهابيه. انا اقتلك واروح اكل اناناس. اكل الاناناس حرام. اذا اقتلك واروح ما اكل شيء انام بالجوع. استع الجوع حرام. يا ارهابي يا كبابي من وراك وعلى من عابي. ساقتلك وتمشي كعابي. خبرت علي شبابي. ستوب يا سبايب عذابي. لا هذا مش معنا. هذا مش معنا زرق بيك. حتى الشاب هذا مش معنا. معكم هذا؟ لا يا اخوي مش معاكم. مش معي. الفيلم نجح يا شباب. الشاب هذاي جايب معاه سرة فلوس وجايب يقطع ريته. يا شاب وسع بالك. ما زلنا نديروا في بروفة عارف كيف؟ ما زلنا ما صورناش قدامك تصوير ومونتاج ومكساج ودبلاج ومش عارف شنو اخرى. قصة طويلة عريضة. انتوا السينما. اي نعم نحن جماعة السينما. انتوا اللي عدل تفجيركم وسيتم. تفجيركم هذه شنو رمانة ولا شنو طينة ولا شنو؟ نحن اللي تبي تمثلوا علينا في السينما. انت من؟ نحن القاعدة. القاعدة؟ وش تبي كنك؟ مش عارفين ان تمثيل جريمة؟ لا تمثيل فن. الفن اكبر جريمة. بس ما يجيبوش فيه في الشرطة والمجتمع. بعدين الليبيين تمثيلهم مؤدب. قاموا شوات وسفتي بوت وشناني عارف كيف؟ مش كت وبدي ومش عارف شو. انت شو تبي بالضبط؟ المفروض
شيء واحد. شنو؟ هو تفجيركم. والله ما صار خلصنا. وسع بالك يا راجل، وسع بالك، خليها تلقاها تحوط بيها ولا شيء. هالشباب اللي تبي تفجرهم هذوم اللي بحث عن عمل، واللي وحيد عائله، واللي عليه سلفه، ناس رقاد رياح. تبي تفجر هذوم ومسيب الامريكي يا راجل. ايها السيدات والساده، عبر الاقمار الصناعيه نجري هذا الحوار الساخن مع احد اعضاء تنظيم القاعده، مع هذا الشاب الوسيم ذو القفل المعتول. لكن قبل ما نسألوه عن سبب انضمامه لهذا التنظيم نبغى نسألوه سؤال تقليدي عادي جدا. سؤال: هل أنت مسلم؟ لا إله إلا الله محمد رسول الله. ليش ما سمعناش على التفجيرات في إسرائيل؟ تزليط صح ولا لا؟ هل لديك راتب شهري؟ لا. ما عندكش مرتب؟ هل عندك شقة؟ لا. دار؟ لا. براكة؟ لا. تحت درون؟ لا. تجعبها؟ لا. هل عندك سيارة؟ لا. عجلة؟ لا. كريم؟ لا. تفتح عجل؟ لا.